السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا وهنا نبدأ. نحن يمكن قبل فترة بدأنا كان موضوع عن التعليم قرصه صعب وثماره طيبة، وبعدين لظروف انشغال وسفريات يمكن ما تم بث الجزء الثاني من الموضوع اللي هو موضوع لماذا التعليم ثماره طيبة وكيف تكون ثمار هذا التعليم طيبة. فاليوم إن شاء الله حنناقش هذا الموضوع وحنوضح لماذا ثمار التعلم طيبة. أولا لماذا ثماره طيبة؟ لأنه هو نظام يحافظ على المجتمعات. يعني يمكن نلاحظ كثير يعني كل المجتمعات في العالم في جميع العصور ما تقدمت إلا من خلال التعلم. النقطة الثانية يساهم في بناء الأمة، يعني الأمم لا ترتقي ولا تنمو ولا تزدهر إلا من خلال التعلم والتعليم. ونجد أنه في مسيرة التعلم نفسها فيها الكثير من الدروس والعبر. يمكن الواحد على مستوى الشخصي مرينا بظروف كثيرة ومراحل وكثير من التحديات وقصص نجاحات. يعني لو كل واحد مننا يحكي كيف مرت يعني فترة مرحلة التعلم من البداية وحتى يعني المراحل اللي هي العليا، فيها كان الكثير من القصص، كان فيها كثير من الأشياء اللي واجهتنا في مسيرة حياتنا. وقيس على ذلك يعني ليس أنا على مستواي الشخصي لكن الجميع. ممكن نلاحظ أنه في كثير من اللقاءات مع اللي يعني يكون عندهم دور في مجال التعلم، تجد أنهم عندهم قصص ملهمة وقصص فيها الكثير من الأشياء المحفزة، الأشياء اللي تجعل الإنسان يعني يرتقي بهممه. فتجد أنه هذه القصص وهذه التجارب وهذه الحياة اللي مر بها الإنسان في مسيرة التعلم أكيد هي حتكون بمثابة الدافع بالنسبة لنا وبالنسبة للجميع. يعني العلم كما جاء في الحديث أطلب العلم من المهد إلى اللحد. يعني مسيرة التعلم لا تتوقف ولا تنتهي، الإنسان دائما هو في البحث عن يعني يجدد، يكتسب مهارة جديدة، يكتسب علوم جديدة، لأن العلوم يعني لا تتوقف في مكان واحد. يعني دائما في كل المجالات نجد الجديد والجديد والأشياء الحديثة في هذه المجالات. فبما أنه هي متجددة ومستمرة تجعل الإنسان يكون له هذه المسيرة فيها الكثير من الدروس والعبر. في النقطة أخرى هي ثمارها طيبة لأنه تمكننا من المهارات، تساعدنا على مواجهة التحديات، يعني تبني فينا التفكير النقدي، لأنه من خلال التعلم الإنسان يتعلم من خلال الخطأ. فدائما اللي يتعلم اليوم أحيانا أنا في المراحل مثلا نكون أخطأت في أشياء ثم بعد ذلك انتقلت لمرحلة أخرى، وهكذا تتوالى المراحل، ومن خلال هذه التطور تنمو لدينا المهارات، اللي يكون لدينا التعلم من الخطأ. وهذا هو من أهم ثمرات التعلم. ويؤدي التعلم من الخطأ إلى الذكاء، يؤدي إلى الإبداع، يؤدي إلى الحصانة الداخلية. يعني الإنسان دائما لما يتعلم يعني أحيانا يصاب بكثير من الإحباطات، بكثير من الأشياء اللي يشعر فيها بنوع من اللي هو الصعاب يعني والضغوط، لكن من خلال هذه المسيرة مواصلة تجعل الإنسان لديه حصانة داخلية، يستطيع أن تكون عنده تعلم من هذه التجارب الحياتية. التعلم كذلك يعني يؤدي إلى السعادة من خلال العلاقات الطيبة بين المتعلم والمعلم، بين الزملاء والزميلات، بين اللي هي الأقران. يعني هذه السعادة كلنا ممكن نتذكر في المراحل الابتدائية كيف كانت حياتنا مع أصدقائنا مع زميلاتنا اللي عشنا معاهم، تكون مرحلة الطفولة. فهذا الشعور بالسعادة يعني حتى لو جلسنا ونحن نتذكر في هذا العمر يعني ينتابنا الحنين إلى تلك الأيام وتلك الذكريات، وتكون هي واحدة من أسباب السعادة، بتجعل الإنسان
حتى نلاحظ الأطفال الآن في مجرد ما تكون في إجازة الطفل يصاب بالطفش، يقول لك يا ريت المدرسة تفتح، أنا اشتقت لأصدقائي. وهذا ما لاحظته أنا في العطلة، يعني خاصة في العطلة الصيف 3 شهور تجد إن أبنائنا بيكون هم يعني هم متشوقين للدراسة والعودة إلى المدرسة، فبالتالي هي واحدة من أسباب السعادة واللي تؤدي إلى الشعور بالانتماء الاجتماعي، لأن الإنسان يتعلم من بيئة الاجتماعية، واحدة من البيئات الداعمة وتؤثر في نمونا الاجتماعي وحتى ذكائنا الاجتماعي والعاطفي، تكون هي العلاقات الاجتماعية والبيئة الاجتماعية. والبيئة التعلم في حد ذاتها هي بيئة داعمة بالنسبة لنا. نقطة أخرى من ضمن ثماره طيبة اللي هي تعلمنا اللي هي مهارة اتخاذ القرار. دائما الإنسان في مراحل كثيرة، ويمكن حنناقش موضوع إن شاء الله في الحلقات القادمة، موضوع اللي هو اختيار التخصص. فمن خلال التعلم أنا أستطيع أن أمتلك مهارة اتخاذ القرار، أنا يكون لدي قرار إنه أنا كيف أجتاز هذه المراحل، كيف أتفوق في دراستي، أتعلم كيف اللي أنظم وقتي، أنظم يعني كل ما يتعلق بحياتي الدراسية والتعليمية يمكنني من مهارة اتخاذ القرار. ومهارة اتخاذ القرار هي واحدة من أهم المهارات اللي الإنسان يحتاج لها في حياته، يعني حياتنا كلها بناء على قراراتنا. فهذه الثمرة اللي هي تطور الإنسان في اتخاذ هذه المهارة في اتخاذ القرار، وهذه واحدة من المهارات الهامة جدا في حياتنا. نقطة أخرى اللي من ضمن ثمراته الطيبة اللي هو يقاس التعلم بالأثر. يعني القيمة ليس أنا كم أي درجة من العلمية وصلتها أو ما هي الشهادات التي تحصلت عليها، لكن قيمة التعلم بالأثر. ما هو الأثر الذي أنا أتركه؟ ما هو الأثر الطيب؟ وهذا نؤسل. ولذلك إذا في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، ابن صالح يدعي له، اللي هي الصدقة، اللي هي الصدقة الجارية. فإذا كان ضمن الأشياء التي أنا يعني تكون أؤجر عليها حتى بعد الممات، وهو الأثر الطيب بالنسبة لهذا العلم. ونجد أنه سبحان الله يعني الكثير من العلماء يعني يمكن مرت يعني مئات السنين على يعني وفاتهم، لكن ما زال يذكر حتى يومنا هذا. يعني نجد أن هذا الأثر الطيب في جميع العلوم، يعني كيف نحن نترك هذا الأثر، ويعتبر بالنسبة لنا كأنه حساب جاري. يعني أنا أترك الآن عندي رصيد في حسابي، يعني يكون العمل مستمر حتى بعد وفاتنا. ولذلك نحن نحرص. لماذا؟ هذا الأثر الطيب له فوائد كثيرة. يعني سبحان الله الإنسان يقاس بما يتركه من الأعمال الطيبة، من الأثر الطيب، مما يترك هذه الجانب الإيجابي الذي يؤثر على مستواه الشخصي وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى بشكل أكبر يكون على مستوى الدولة والمؤسسات والمجتمع والأمة بأكملها. فهذه هي الثمرات الطيبة التي نحن بحاجة إليها. فذكرنا لماذا قرصه صعب، والآن لماذا وما هي الثمرات الطيبة. قبل الختام يمكن تستحضرنا قصة لإحدى المعلمات اللي كان لها أثر طيب في حياة الطلاب. فاتذكر في المراحل المتوسطة كانت أستاذة تدرس العلوم الاجتماعية، وهذه الأستاذة كان لها أسلوب بارع جدا في توصيلها للمعلومة، فكانت هي السبب في أن الطلاب حبوا هذه المواد. يعني الطالب ممكن يغيب في جميع المواد أو يتكاسل، لكن اليوم اللي يكون فيه مادة هذه الأستاذة، نسأل الله لها المغفرة والرحمة،
تجد إن إحنا جميع الطلاب بيكون حضورًا، يعني حضور من جميع النواحي يعني ذهنيًا وعاطفيًا يعني استعداد تام لحضور هذه الحصة. فكانت الأستاذة عندها أسلوب رائع جدًا، بتهيّئ الطلاب تتعامل معاهم سبحان الله كأنه هي يعني في مقام الوالدة أو في مقام أمهم. المادة كلها عبارة عن أنشطة، عبارة عن يعني أشياء مشوّقة، أشياء محفّزة، ويكون فيها تنافس بين الطلاب. فهذا الأسلوب المبدع، الأسلوب البارع، يعني كان له ثمرة طيبة، كان يجعل الطلاب يشعروا بالسعادة وهم يحضروا هذه المادة. والأكثر من ذلك يعني كان ما زالت ذكرى هذه الأستاذة يعني في ألسنة جميع الطلاب ويدعو لها. يعني هي واحدة من الأشياء يعني إن إحنا ندعو، ليس فقط الابن هو الذي يدعو لنا، لكن إذا كان لنا أثر طيب، إذا كان لنا فعلًا نحن حققنا أشياء يعني في مسيرتنا التعلم وفي مسيرة التعليم، إذا كنا نحن فعلًا تركنا هذا الأثر الطيب، كان لنا فعلًا لمسات في حياتنا وأثرنا على يعني على من حولنا، هذا ما نحتاج إليه. فالتعلم حقيقةً يعني قد يعني يرتقي بالأمم، وقد يكون كذلك يؤدي بنا إلى يعني الهلاك وغيرها يعني. نختار من نكون من أي هذه الفئة ومن أي هذه المجموعة. وصلنا إلى ختام حلقتنا، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.